هو الجو برد وتلج، ايوه تمام، بس بصراحة المشروب يستاهل ان انا اقول لكم عليه. انا عملته في العيد وشرفني جدا جدا مع ضيوفي الجمال العزاز اللي جولي وشرفوني وكتروني، وكنت فرحانة بيهم على الاخر. عملت لهم العصير ده، انبهروا بيه جدا. غسلت كمية كده من الكركديه، على قدها مرتين من الورد البلدي المحمدي، على شوية كده حفنة من الزبيب علشان الفايدة تعم، وحتة كده من التمر الهندي، وبدأت ان انا احطهم على بعض واقلبهم بالشكل ده. تمام. طبعا التمر الهندي معروف بفوائده العظيمة، والزبيب معروف ان هو مفيد للانيميا، والكركديه والورد، كل الحاجات دي بتنقي الدم جدا ومفيدة للجسم. غليتهم على النار غلوتين، وبدأت ان انا اصفيهم بالشكل ده. الكمية دي كلها مركزة جدا. حطيت عليهم السكر، كيس من السكر كيلو، وبدأت ان انا اقلبه بالشكل ده. وهبدأ ان انا يعني افرز. طبعا هفرز بعد ايه؟ بعد ما حطيت كمية كده كويسة من الفراولة. دي فراولة كانت عندي مفرزة في الفريزر، لو حابة تحطيها قطع بيكون حلو جدا برضو. دي كانت انا ضرباها في الخلاط عندي في الفريزر، بس يعني كانت باينة في العصير. شايفين بسم الله ما شاء الله الكمية رهيبة. حطيت بقى كده في كوبايات بلاستيك، وهاخد الكوباية وهي متلجة، لما تلجها في الفريزر على شفشق المية وشوية سكر وتمام، او في اكياس بلاستيك، وهتحطي بقى وتفرزي في الفريزر وتطلعي وتشربي احلى عصير ممكن تشربيه. حقيقي شرفني جدا في ضيوفي وحبايبي اللي جولي في العيد، وانا بحب اشكرهم على يعني وجودهم معانا، وكل سنة وانتم طيبين.